السر اختي ديال لذة الطيابي هي هاد الخلطة السحرية العجيبة اللي ما عمرها خطاتني. كتكون عندي ديما في الثلاجة، كنطيب بها اي وصفة بغيتها، كتبقى المذاق اللي كيكون طري وبنين وزوينة فيها. يلا معايا نوريكم كيفاش كنديرها. بسم الله على بركة الله. اول حاجه كنديروها كناخذوا كميه اللي هي كبيره. المهم انا كندير الكميه اللي كدوز ليا شهر ديال القزبور. ممكن ديروا قزبور معدنوس، انا هنايا درت غير القزبور هذا. كان عندي قزبور بلدي، يعني جبته من العروبيه بلدي، كيعطي واحد المذاق اللي هو واعر. المهم غسلته مزيان وخليته حتى قطر ليله كامله وينشف مزيان. من بعد خديت الهاشوار وغادي نطحنوا فيها مزيان. غادي ندوز ناخد هنايا عندي كركوبه ديال الثومه اللي غادي نقيها مزيان، نقيها من القشور ديالها ونغسلها مزيان حتى هي ونشفها. ضروري هادشي يكون عندكم ناشف، ما يكونش فازك، باش هاد الوصفه كدوز لكم مده اللي هي طويله وما كتخسرش. ضروري هاد المعلومه هادي. المهم داك الثومه من بعد ما قلت لكم غسلتها ومسحتها مزيان، غادي نزيدها على داك الربيع القزبور اللي درتو. ممكن تزيدوا اكثر من هاد الكميه ديال الثومه، ولكن انا هذه كتجيني القياس هو هذاك. صافي غادي نحاول نطحنهم مزيان مع بعضياتهم هكا حتى داك الربيع يتطحن ليا مزيان. ومره مره بقاو داك الربيع تهبطوه باش يتطحن. داك الفوقاني اللي كيبقى الفوق خصو ضروري حتى هو يتطحن. انا نوريكم كيفاش. هانتوما غنحاول غير نهبط داك الفوقاني بالموس بحال هكا ونعاود نطحن مزيان. هاد الخلطه هادي راه كتجي في الطياب، اي حاجه طيبتوها، الشرموله الحوت، الطياب الطويجنات، المهم اي طياب طيبتو كتحتاجوا فيه الربيع والثومه، فراه كتبقى عندكم طريه في الثلاجه احسن. انا كنفضلها 100 مره على داك اللي كيكون عندنا في الكونجيلاتور. داك الربيع اللي كيكون عندنا مجمد هذه كتبقى المذاق ديالها طري وباين. غادي نزيد عليهم هنايا واحد القطيره ديال الزيت البلديه وغادي نعاود نطحن مزيان. كيف قلت لكم كتجينا ساهله، يعني في عوض ما تبقاو تقطعوا الربيع كل ساعه باش طيبوا به، هذه كتجيكم ساهله. كتجبدوها من الثلاجه وكطيبوها وكتردوها للثلاجه. صافي هانتوما من بعد ما تطحن ليا مزيان، ضروري تطحنوا هاد الربيع مع الثومه مزيان. هانتوما شوفوا القوام ديالها كيفاش كيجي، ما شاء الله. عرفتوا واحد الريحه كتطلع، واحد اللون ديالها يعني كيشهي. صافي بالنسبه للطريقه ديال الاحتفاظ بهذا الربيع هذا، فكتاخذوا قريعه ديال الزاج اللي تكون غسلتوها بالماء طايب مزيان وخليوها تنشف راسها، ما تمسحوها ما حتى شي حاجه، خليوها تنشف راسها باش كتكون هاد القريعه الزاج معقمه. غادي ناخذ هنايا شويه ديال الزيت البلديه، غادي نحاول ندهن هاد القرعه الزاج مزيان من الجوانب بحال هكا كيف كتشوفوا. وصافي غادي نبدا نعمر في داك القزبور والربيع والثومه، نعمرو في داك القرعه مزيان. ومره مره نبقى نرش شويه ديال الزيت باش هاد الوصفه ما كتخسرش. الزيت هو اللي كيحافظ عليها، ما كيخليها لا تغمال لا تخسر لا حتى شي حاجه، كتبقى كما هي. انا كيف قلت لكم هاد الوصفه راها كدوز ليا شهر في الثلاجه. ضروري تخليوها في الثلاجه، ومن تبغيو تجبدوها غتاخدوا معلقه اللي تكون ناشفه ما تكونش فازكه، تهزوا الكميه اللي بغيتوها وكتعاودوا تسدوا عليها مزيان. ضروري تسدوا عليها مزيان وكتحطوها في الثلاجه. المهم راه كدوز ليا شهر، صراحه كتنفعني بزاف. كنتمنى تجربوها، راه غتعجبكم بزاف هاد الوصفه هادي. صافي غادي نعاود نزيد الزيت البلديه من الفوق نغطيها. ضروري كل ما جبتو مثلا باش طيبوا ضروري كتعاودوا تزيدوا شي شويه ديال الزيت من الفوق. داك الزيت هو اللي كيحافظ عليها باش ما كتخسرش. هانتوما غادي نزيد الزيت من الفوق. ممكن الا بغيتو ديروا الزيت النباتيه، انا كنفضل الصراحه البلديه باش الطياب كيجي بنين كيكون صحي. صافي غادي نغطيها، غادي ندير لها هنايا شويه ديال داك السلوفان عاد نغطيها. مهم ضروري تكون محكمه الاغلاق باش كدوز معكم كميه اللي هي طويله. وصافي هذه هي الشكل النهائي ديالها. كتدخلوها للثلاجه، فوقاش ما بغيتوها كتجبدوها طيبوا بها. كنتمنى الا عجبتكم هذه الوصفه تخليوا لي معكم واحد اللايك باش تشجعوني نحط وصفات اكثر، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله مع وصفه جديده. وبسلام عليكم.